أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في قناة راكوان لتعلم لغات البرمجة. إذا لم تكن مشتركا في القناة نرجو منك الاشتراك والإعجاب والنشر لتعم الفائدة على الجميع. في هذه الحلقة من دورة ال HTML سوف نتعرف على كيفية كتابة الأوسمة. الأوسمة، ماذا تعني الأوسمة؟ في لغة ال HTML تعني التاجز، يعني الأوسمة. وللأوسمة نوعان: أوسمة زوجية وأوسمة فردية. في بداية الأمر الأوسمة الفردية يكتب بهذا الشكل، تقوم بكتابة هذه الأقواس ثم تاج نيم اسم الوسم، ثم تقوم بكتابة علامة السلاش، الرمز السلاش. هذا يعتبر الوسم الفردي. تاج نيم أو تاج نيم ثم سلاش يعتبر هذا الوسم الفردي ويسمى في لغة ال HTML الوسم الفارغ. والنوع الآخر من الأوسمة وهي الأوسمة الزوجية. تكتب في بداية الأمر هذه الأقواس تسمى وسم فتح الوسم، وهذا إغلاق الوسم. هنا تكتب تاج نيم، وهنا وأيضا هنا تقوم بتكرار اسم الوسم. تقوم هذا يعتبر بالوسم الفتح وهذا يعتبر بإغلاق الوسم، أي بوضع هذه الإشارة يصبح الوسم وسم إغلاق للوسم الذي قمنا بفتحه. هذه تسمى بالأوسمة الزوجية في لغة ال HTML، وهذه تسمى بالأوسمة الفردية. دعونا نتعرف عليها. الكود الأساسي لكتابة الأوسمة في لغة ال HTML يتألف من وسم الفتح وفتح الوسم وإغلاق الوسم، Open tag Close tag. نكتب في بداية الأمر الأقواس الخاص بنا، ثم name tag، ثم الأقواس مع علامة السلاش، ثم name tag. على سبيل المثال عندنا الوسم P وهو اختصار للباراجراف، سوف نتعرف عليه في الدروس القادمة. قمت بكتابة الأقواس خاص بي ثم وضعت هنا P أي الباراجراف. هنا الوسم الإغلاق قمت بوضع علامة سلاش ثم اسم الوسم P. إذن هذه هي القاعدة الأساسية لكتابة الأوسمة في لغة ال HTML. والأوسمة في HTML له نوعان: أوسمة تأخذ سطر جديد وأوسمة لا تأخذ سطر جديد. الأوسمة التي تأخذ سطر جديد تسمى ب block elements، عناصر تأخذ سطر جديد. والعناصر التي لا تأخذ سطر جديد تسمى ب inline elements. هكذا عناصر تأخذ سطر جديد وعناصر لا تأخذ سطر جديد. العناصر التي تأخذ سطر جديد أي عندما تقوم بكتابة عنصر سوف ينتقل من تلقاء نفسه إلى سطر جديد. تكتب كود آخر، وسم آخر من أوسمة التي تأخذ سطر جديد سوف ينزل من تلقاء نفسه إلى الأسفل، ليس مثل الأوسمة التي لا تأخذ سطر جديد. تكتب وسم لا ينزل إلى سطر جديد، تكتب وسم آخر يبقى في نفس السطر. تكتب وسم، كلما تكتب الأوسمة لا تأخذ سطر جديد كلما توسع الشاشة عدد العناصر في احتواء عدد عناصر. دعونا نأخذ مثال على الأوسمة التي تأخذ سطر جديد والأوسمة التي لا تأخذ سطر جديد. هنا نقوم بحذف القاعدة الأساسية. هنا على سبيل المثال الوسم H1 وسم من أوسمة ال HTML. هنا لو قمت بكتابة learn HTML وقمت بفتحه على المتصفح سوف ألاحظ أنه قام بأخذ سطر جديد. دعونا نقوم بكتابة H1 مرة أخرى، هكذا learn HTML. It's very easy
أنه سهل جدا. بما أنني كتبت الوسمين في سطر واحد، دعوني أعمل تحديث للصفحة، سوف ينزل من تلقاء نفسه إلى سطر جديد. هذه ما تسمى بالبلوك إيليمنتس. والآن سوف أشرح لكم ما هي الأوسمة التي تأخذ سطر جديد والتي لا تأخذ سطر جديد. بما أنني كتبت الوسمان في سطر واحد، قام بتلقاء نفسه النزول إلى سطر جديد. هذه ما تسمى البلوك إيليمنتس، عناصر تأخذ سطر جديد. أما العناصر التي لا تأخذ سطر جديد، على سبيل المثال هذا الوسم أو العنصر في لغة ال HTML لا يأخذ سطر جديد. run. انظر، لقد ظهر بجانب هذه الكلمة. لو قمت بإضافة أو قمت بالنزول إلى سطر جديد هكذا، ولو قمت بإنشاء زر آخر OK 1 تحديث، لقد ظهر بجانب الزر الآخر بما أنني نزلت سطر هنا. هذه العناصر لا تأخذ سطر جديد، إنها تكتب في سطر واحد. أما العناصر بلوك إليمنتس تأخذ سطر جديد من تلقاء نفسها. هذا النوعان مهمان جدا. هذه هي العناصر التي لا تأخذ سطر جديد، تسمى inline elements. هذه هي أمامكم، سوف أترك لكم في الوصف تحت الفيديو. هنا inline elements، عناصر لا تأخذ سطر جديد، أي تبقى في سطر واحد. عناصر تأخذ سطر جديد، هذه هي بمجرد كتابة العنصر سوف ينزل من مجرد تلقاء نفسه يأخذ سطر جديد. إذا في هذه الحلقة تكلمنا عن الأوسمة بشكل عام في لغة ال HTML، وإلى اللقاء في درس جديد.